هو كده قاعد على الكافيتيريا، هيقوم من على الكافيتيريا طلع ازازه الميه من الكيسه رشها عليهم اهو على جسمها كله وماشي اهو. سواء الدكتور ده مش يشيله يعمل الأب لأن أجمل حاجة وأحسن حاجة يعملها إن يشوه جمال بنته. كب في وش بنته مية النار على وشها وعلى صدرها. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة الغربية، تحديدا مركز اسمه مركز زفتة. اسمه كده مركز زفتة، مركز كبير جدا والشعب بتاعه والناس اللي فيه ناس طيبين قوي. ايه اللي حصل في مركز زفتة؟ اب اسمه محمد عنده 48 سنة، متجوز وعايش مع بنته عندها 20 سنة. البنت هي وامها متصاحبين قوي مع بعض، وده اجمل شيء. دايما بننصح ان كل ام تكون سند لبنتها وسر بنتها يكون معاها. مهم جدا العلاقة بين الام وولادها تبقى علاقة صداقة قبل ما تكون علاقة ام باولادها، لان لو خليناها علاقة ام باولادها ممكن الاولاد يخافوا منها بحكم ان هي امهم. لكن لما يكونوا أصدقاء والأم بتحكي لهم وهم بيحكوا لأمهم هتبقى العلاقة رائعة، كل أسرار البنت هتبقى مع أمها. المهم الأم وبنتها بيخرجوا وبيطلعوا وبيرجعوا مع بعضيهم. جه الأب في يوم من الأيام سمع، خلوا بالكم سمع، وكسر الكلام حوالين سمعة بنته الشابة الجميلة الحلوة اللي لسه ما كملتش 20 سنة، إن بنتك بتمشي مشي بطال مع الشباب. طبعا خلي بالكم العرض والشرف في كل مكان غالي، سواء عندنا في الصعيد أو في وجه بحر. كل واحد بيغير على عرضه وشرفه، سواء عرضه ده كان والدته، كانت أخته، كانت مراته، كانت بنته. اتعودنا وطلعنا وديننا لازم نكون عندنا غيرة على بناتنا وزوجاتنا وامهاتنا واخواتنا، ده شيء طبيعي. الاب حاول كتير يعرف صدق الكلام ده اللي ابتدى يزيد في البلد وابتدى يتردد وبيجيله كتير. خلي بالك من بنتك ماشيه غلط، بنتك ماشيه بطال، شوف مراتك، دوس في مراتك، شوف مراتك بتروح معاها فين. الراجل كلم مراته خربت الدنيا وراحت واخده بنته او بنتها كمان وراحت ماشيه عايشه عند بيت اهلها. يعني الزوجة لما جوزها بيقول لها بنتك في كلام بيتقال في سمعتها وفي عرضها وفي شرفها، وانك انت عارفة وان انت بتمشي معاها وان انت البنت ما بتخبيش عنك حاجة، اللي هم هاجت وصارت وخدت بنتها وراحت عند بيت اهلها. للأسف الكلام كان بيوصل للأب برضه، بنتك ومراتك، بنتك ومراتك. الأب حاول مع أهل الزوجة احبسوا البنت دي، انتوا خلوها عندكم ما دام مش عايزين تسيبوها لي وخايفين عليها ان انا اموتها، احبسوها ما تطلعوهاش. لكن البنت برضو كانت بتطلع وامها كانت بتشجعها. طب الاب يعمل ايه؟ الاب فضل يفكر ايه اللي بيخلي البنت تمشي المشي البطال، ان الشباب بيعكسوها، وان البنات وان الاولاد معجبين بيها، وان الاولاد بيمشوا معاها نظرا لجمالها. يبقى لو بنتي كانت وحشة وشكلها مش حلو ما كانش حد مشي معاها. لو بنتي جسمها وحش وشكلها وحش ما حدش هيبص لبنتي ولا حتى حد هيقول عليها كلمة. تفكير الأب البسيط كده. يعمل الأب
لقى ان اجمل حاجه واحسن حاجه يعملها ان يشوه جمال بنته. ايوه زي ما بقول لكم كده، ما قدرش يموتها، صعب عليه بنته، في الاول وفي الاخر ما عندوش غيرها. قوم يعمل ايه عشان يحافظ على بنته؟ من وجهه نظره لازم ادمر جمالها واضيع انوثتها، وبالتالي لا حد هيبص لها ولا حد هيجي عندها، وفي نفس الوقت حتى لو هي حبت تنحرف مش هتعرف، مش هتلقى واحد يبص لواحده ضيع منها جمالها. يعمل الاب خلاها ماشيه في زفته، كان بيراقب بيت اهل مراته، لا طلع هي وامها والبنت برضو ماشيه مع امها، برضو ماشيه يعني مش عاجب الاب، راح جاب ميه نار. الكلام ده ناس كتير يقول ده هزار، لا والله ما هزار، والله ما هزار. راح مشي ورا مراته ورا بنته لغايه ما لقى حته لقى فيها كثافه سكانيه ضعيفه، او يعني ما لقاش ناس كتير ممكن ينقذوا البنت وامها، راح موقف بنته. خد يا بت، يا باي عايزاه يا باي. قال لها مش عايز حاجه يا حبيبتي، انا بس ما قدرتش ان انا اربيكي تربيه صح، فانا يا حبيبتي هربيكي دلوقتي انت وامك. وراح فتح الجزازه وراح بخ في وش بنته، كب في وش بنته ميه النار على وشها وعلى صدرها علشان يقضي على منطقه الوجه، سيحها، عارفين سيحها، وقضى على منطقه الصدر علشان مركز فتنتها. وراح جري في الشارع. طبعا البنت في وسط صراخ الام، والبنت سبحان الله لما كب في وش البنت عقبال ما يجي يكب على الام، للاسف الام حطت الجزازه وقعت على الارض، جري هو. الام ما اصابهاش حاجه، بنتها للاسف حروق من الدرجه الاولى في مستشفى زفت العام بين الحياه والموت. طب انت يا عم الحاج اللي انت عملته ده، يقول لك كنتش عايزها تموت، انا كنت عايز اشوهها عشان ما تمشيش غلط. طب ده كلام ناس عادي؟ طبعا جت الشرطه الاسعاف، الام قالت الراجل اتجنن، شوه بنته وكان عايز يشوهني ويموتني. مين ده؟ قالت جوزي. في خلال ساعات نشكر رئيس مباحث زفته والمعاونين اللي معاه، تم القبض على الاب، كان متخبي او مستخبي عند حد من اقربائه. اعترافات تفصيليه، قال ايوه انا اللي كبيت على بنتي ميه النار علشان ماشيه اللي مش مظبوط وماشيه العوج، وامها بدل ما كانت تحرص على ان هي تحافظ على شرف بنتها كانت بتشجعها وماشيه معاها. حاولت كتير اصلح من شأنها مفيش فايده، فما لقيتش قدامي غير ان اشوه جمالها عشان ما حدش يبص لها. يا راجل يا راجل حرام عليك، خد بنتك احبسها في بيتك، احبسها في بيتك، لكن ما حدش يقول اتبرى منها يا اخي. لكن انك تعمل كده، ده البنت خلي بالك فقدت النظر، ده انت لو كنت موتها كان ارحم لها، يعني لو انت قتلت بنتك كان ارحم ليها من بنت جميله وشابه الكل بيتهافت عليها لواحده كفيفه لا هتقدر تمشي ولا هتقدر تتحرك ولا هتقدر ولا حد هيبص. ليه العقاب ده؟ انت اب ازاي؟ يقول لك كنت خايف على بنتي وخايف على سمعتها. لا حول ولا قوه الا بالله. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد.